كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى. من علا فالله أعلى، من علا فالله أعلى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها الغافل، أيها اللاهي، أيها الساهي، يا من تركت القرآن بعد رمضان، يا من تركت الصلاة في جماعة بعد رمضان، يا من تحللت من الأوامر بعد رمضان، يا من تخليت عن الحجاب بعد رمضان، يا من ضيعت قيام الليل بعد رمضان، يا من تركت الأذكار، يا من تخليت عن الإنفاق في سبيل العزيز الغفار. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم أليس الله أهلا لأن يعبد؟ أليس الله أهلا لأن يوحد؟ أليس الله أهلا لأن يمجد؟ أليس الله أهلا لأن يطاع؟ أليس الله أهلا لأن نستحيي منه، لأن نستحيي منه؟ أليس الله أهلا لأن نراقبه؟ أليس الله أهلا لأن نراقبه؟ أليس الله أهلا لأن نمتثل أمره، لأن نجتنب نهيه، لأن نقف عند حده على الدوام حتى نلقاه؟ هذا هو عنصرنا الرابع. أليس الله أهلا لأن يعبد؟ أيها الجاحد لعبادة الله، أيها المنحرف عن أوامر الله، أيها البعيد عن طاعة الله، لو أحسن إليك بشر من الخلق ما أنكرت إحسانه، بل وظللت تعترف له طوال حياتك بالإحسان. فمن الذي أحسن إليك وأنت في العدم؟ ومن الذي أحسن إليك الآن؟ ومن الذي سيحسن إليك في الآخرة؟ من صاحب الإحسان؟ من صاحب النعم؟ من صاحب الفضل؟ من صاحب الكرم؟ من صاحب الجود؟ من الذي خلقنا من العدم ومدنا وصورنا في أحسن صورة؟ من الذي أنزل إلينا القرآن؟ من الذي بعث لنا محمدا عليه الصلاة والسلام؟ من الذي خلقنا موحدين وجعلنا من أمة سيد المرسلين؟ من الذي خلق لنا الكون ومده بهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى؟ من الذي خلقك في أحسن صورة؟ فنظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد دوما هو الله. نظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد دوما هو الله. نظرك في الكون من حولك يكفيك على أن الذي يستحق العبادة على الدوام هو الله. فالله أهل لأن يعبد، الله أهل لأن يعبد، الله أهل لأن يوحد لذاته جل جلاله. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه
ما انتهى اليه بصره من خلق